السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله كيما تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. جبت لكم الوصفة تاع اليوم، اللوبيا البيضاء اللي هي الفاصوليا البيضاء، ولا احنا في الغرب نقولوا لها اللوبيا اليابسة، بطريقة سهلة وبسيطة وفيها واحد السر اللي تجينا كيما اللي يخدموها برا في المطاعم. نروحوا نشوفوا كيفاش خدمت هذه اللوبيا. أول حاجة هنايا جبت بيسينة درت فيها اللوبيا، ثم خيروا الكمية على حساب الأفراد العائلة. أنا جبت هذا الكيس، عبرت 3 كيسان تاع لوبيا، يعني قولي تقريبا رطل. كيما هكا، ونزيد عليها نديرو لها الماء. هنايا كنت في الليل درت هنايا هذيك اللوبيا تاعي وفرغت عليها الماء ونخليها نغسلها مليح، ومن بعد نعمرها مليح ديك البيسينة، نعمرها بالماء ونخليها تستنفخ حتى الغدوة من ذاك. هنايا الغدوة من ذاك جبت هذيك اللوبيا، درت قست لها ذاك الماء اللي كان فيها، درت ماء جديد ودرتها في لاكوكوط، يعني في الكيكوطة، درت معاها ورشة تاع الرند وفص يعني تاع الثوم باش تجيني بنينة، ورشة تاع الملح، ونخليها هنا حتى تبدا تغلي. انا كي بدات تغلي شوفي تطلق لي هذيك الرغوه، هذيك الرغوه كاع نقلعوها كيما هكا، كاع هذيك الرغوه، يعني مادام هي تغلي مادام نقلعو كاع هذيك الرغوه. كي نقلعوها كاع هذاك القيس نبلعو على الكيكوطه تاعنا، نديرو لها الصفاره ونخلوها طيب مليح كيما هكا. يعني كل مره وين ما تغلي راني نقلع لها هذيك الرغوه تاعها. انا من جهه نخلي الكيكوطه تاعي تصفر، نبلع عليها ونروح نشوف نوجدو لاصوص. اول حاجه هنايا جبت هنايا يعني اللي نطحنوا به ميني اشواغ. جبت هنايا 2 حبات تاع بصل، هنايا نطحنهم. هنايا جبت لكم الطريقه تاعهم كيفاش يخدموها. هنايا نطحنوا مليح هذاك البصل، تجيكم هايله. نخلي ذاك البصل على جهه، نجيب تاني عندي حبه تاع طوماطيس تاني نقطعها هكا شويه ونميكسيها هي تانيك كيما هكا. انايا نجيبو الثوم تاعنا، هنايا كان عندي تقريبا واحد 4 فصوص تاع ثوم، وراكم عارفين نعرفوا بلي اللوبيا يعني يعني تبغي الثوم تقدروا ديروا 4 ولا 5 وعلى حسب الكميه اللي عندكم. هنايا ربيت انا فوق البصل باش من بعد ندير كلشي في ضربه كيما هكا. وجيت كاع صوالحي، جبت انا الكيكوطه درت فيها شويه تاع الزيت. هنا كان عندي عظم تاع البقري، تقدروا ديروا تقدروا ما ديروش عادي، هما اصلا ما يديروش، يعني نديرو غير الزيت وشويه تاع البصل مع هذاك الثوم وندو نقلوها فوق الغاز. هنايا اللي يبغوا في هذه المرحله تقدروا ديروا يعني البقري عفوا يعني الجombo تاع بقري ولا تاع غنمي، احسن من الدجاج، ما ديروش تاع الدجاج. جبت هنايا مغرف تاع طوماطيس تاع القوطي نقليها مليح ونزيد هذيك الطوماطيس اللي ربيتها هكا نقلي مليح. السر باش الماكله تاعكم تجي بنينه هي في التقليه، كي تقلو مليح هو هذاك هو النصف تاع الطيب. زدت هنايا حبه تاع زروديه كنت قشرتها ونقيتها قسمتها على 2، هذيك الزروديه من بعد نستحقوها. وزدت هنا شويه تاع الهريسه، انا اللي ما يبغيش الحار ما يديرش. ونقلي مليح. هنايا بالنسبه للتوابل نجيب هنايا الملح، نديرو شويه تاع الملح ونديرو شويه تاع السكنجبير درت غير شويه، وشويه تاع الفلفل الاحمر الحلو. نقدروا نديرو هنايا شويه تاع الحرور ونقلي هنايا كلشي مليح. نقلو هنايا غايه، قلت لكم هنايا نقصوا شويه هنايا على الغاز، ومن بعد هنايا نجيب الماء، من الاحسن يكون الماء غالي. هنايا نعمرو مليح هكا باش نعرفوا بلي يكفينا للوبيا، من بعد باش ما نضلوش من بعد نزيدو في الاخر، نزيدو في الماء ونزيدو هنايا ورشه تاع الرند. وهنايا ونبلع الكيكوطه ونخلي هذيك الزروديه طيب وديك المرقه طيب. من بعد هنايا ما طابت
جبت هنايا ديك اللوبيا تاعي اللي كانت طابت، صفيتها في الكسكاس، ومن هنايا نضيفها على هذيك المرقة تاعنا ونخلط كلشي كيما هكا. هذيك الزرودية راني قلعتها، حبة تاع الزرودية قلعتها مع شوية تاع المرقة، خليتهم على جهة. نجيب هنايا جوا حار باش يطلق لي هذيك النسمة وذيك البنة تاع الجوا. انا ما نديرو لا كمون لا والو، حتى في الاخير نديرو الكمون باش ما تجيناش المرقة تاعنا تجينا مرة. قلت لكم هذيك الحبة تاع الزرودية كيما راكم تشوفوا، ومع ديت معاها شوية هذيك تاع المرقة، زدت معاها شوية تاع القزبر غير شوية، ونميكسي كلشي. هذه هي يعني الاستوس السر اللي يديروه هنايا، يطحنوا الزروديه، وكاين اللي يطحن الزروديه مع البطاطا باش هذيك المرقه تاعنا تخثر، يعني ما تجيش غير الماء والزغاريد كيما نقولوا، وفي نفس الوقت الزروديه تجي حلوه، يعني تعطيكم هذيك الحلاوه اللي في المرقه تاعنا هكا. ونفرغ كاع كلشي ونخليها تغلي. شوفوا كي تجي هايله. نخلوها تاني تغلي مليح كيما هكا، ومن بعد نطفي عليها ونسربيها في الغرفيه تاعنا. هذا هو الشكل النهائي تاعها. شوفوا كي تجي عاقده، شوفوا هنايا ما تجيش غير الماء كيما نقولوا، ما هي خاطره، يعني عاقده بزاف اللي ما يعني كيما نقولوا تكون ناشفه ولا بالمرقه، وما تكونش فاني يعني خفيفه بزاف. هنايا في الاخير زدت لها يعني اللمسه هذيك تاع الكمون. تقدروا ديروا هكا شويه تاع زيت الزيتون من الفوق. انا درت معها هذا المطلوع، راكم ديجا راكم شفتوه معايا في الوصفه تاع الساندويتش، يجي هايل. مطلوع مليح هكا للوبيا للعدس وكاع. درت معها طبسي تاع السلطه تاع الورق وبصل وطوماطيس وشويه تاع زيتون. وهذا هو كان يعني الفطور تاع النهار تاعي تاع اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، وما تبخلونيش بالجيم وكومونتير، وما تنساوش ديروا لي ابوني في لاشين تاعي. وما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير، ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.